بالايطالي لو عايز تسال حد ازيك عامل ايه في طريقتين. اول طريقه تقريبا كلنا عارفينها كوم ستاي يعني ازيك عامل ايه. تاني طريقه كوميتي سنتي. الفرق ما بينهم امتى بقول دي امتى بقول دي. كوم ستاي لما بتيجي تستخدمها انت بتستخدمها مع اي حد في المطلق. ماشي الصبح في الشارع شفت حد مثلا قابلته فبتساله كوم ستاي بونجورنو كوم ستاي. رحت الشغل مثلا حد من زمايلك كوم ستاي. هو انت مش قاصدها قوي يعني انت بتقول له بس كده اللي هو ازيك عامل ايه زي عندنا بالمصري. كوميتي سنتي بتقولها لشخص هو قريب منك فهي ليها برايفسي شويه وليها كمان معنى. يعني هو الشخص ده انت عارف ان هو بيعاني من حاجه، الشخص ده سمعت ان هو عنده مشكله نفسيه او عنده تعب جسدي او عنده يعني فيزيكلي ايموشنالي هو مش مرتاح فانت بتساله كوميتي سنتي. الترجمه الحرفيه ليها حاسس بايه، انت حاسس بايه، حاسس بنفسك ازاي. كوميتي سنتي. ف كوميتي سنتي ما بتستخدمهاش الا في الحاله دي. يعني انا مثلا افتكر اخر مره كنت تعبانه في ايطاليا فكان كل يجي يقول لي كوميتي سنتي اوجي كوميتي سنتي اديسو. فانا يعني ما حدش ليه بيقول لي كوم ستاي وبعد كده عرفت بقى الفرق ما بينهم. لما حد بيكون تعبان او حد بيعاني من حاجه دايما بتساله كوميتي سنتي كنوع من المباشره او المتابعه، بتتابع معاه هو عامل ايه دلوقتي، هو بيتحسن، هو كويس، هو بقى افضل وهكذا. كوم ستاي في المطلق لاي حد، حتى لو حد غريب بتقول له كوم ستاي. فلو عايز تقول لحد زيك فكر الاول هو يبقى مين بالنسبه لك وبتساله ليه. فاكتبوا لي في الكومنتس كوم ستاته وبس كده. تشاو.